بعطيكم أسرار عجينة السويس رول من الألف إلى الياء. أخذت 4 حبات بيض، 120 جرام سكر، وشوية ملح. نخفق المكونات اللي أنا ذكرتهم كلهم لمدة 10 دقائق ونشغل الماكينة بأعلى مستوى. إيش سويت أنا الآن؟ مع الخفق دخلت الهواء في الخلطة والكمية صارت أكثر. هذا هو المطلوب. الوصفة هذه ما فيها فانيلا، بس لأني أعرف رغبات المتابعين يحبوا الفانيلا عشان كذا أضفتها لكم. الآن نضيف 100 جرام دقيق أبيض، بس نصفيه بالمنخل عشان نتجنب أي تكتلات. هنا نستغني عن الماكينة ونقلب باليد. ليش؟ لأنه لو استخدمنا الماكينة الهواء الموجود في العجينة بيروح، يعني العجينة بتهبط. أخذت حبة من ورقة الزبدة وحطيته على الميز، وزعت عليه العجينة تقريبا بالتساوي. والآن نجيب صحن الفرن، نمسك ورقة الزبدة من الأطراف ونحطه فوق صحن الفرن. نحطها في الفرن على درجة حرارة 210 لمدة 5 دقائق. أول ما تطلع من الفرن وهي ساخنة نرش عليها سكر. نجيب ورقة زبدة ثانية ونحطها فوق العجينة، والآن نقلب العجينة. الآن نترك العجينة فوق صحن الفرن على درجة حرارة الغرفة لما تصير باردة. ليش عملنا كذا؟ لما رشينا السكر وحطينا عليها ورقة الزبدة وقلبناها فوق صحن الفرن الساخن يعطينا رطوبة، وهذا اللي يخلي العجينة طرية. الآن نستخدم الجانب الأبيض من العجينة ونوزع عليها المربى، يكون فراولة أو توت أحمر. نوزع عليها كريمة الشانتليه، والكريمة عبارة عن كريمة خفق وسكر بودرة وجيلاتين أو مثبت. الفيديو موجود في القناة. باستخدام ورقة الزبدة نبدأ بلف سويس رول. أنا قلت درجة حرارة الفرن 210، هذا لأصحاب الفرن أبو مروحة. أما اللي عنده فرن فوق وتحت يخليه 230. هنا ممكن تستخدموا مسطرة أو السباتولا عشان الشكل يكون تقريبا دائري. والآن نحطها في الثلاجة لمدة ساعة عشان تصير باردة، وبعدها نشيل الأطراف. سيحت شوية شوكولاتة داكنة عشان أزين فيها. هذه كانت أول تجربة لي مع هذه الوصفة، والنتيجة قدامكم. ليش درجة حرارة الفرن كده عالية مرة والمدة قصيرة؟ عشان تستوي سريع وما تنشف. تحياتي للجميع.